واحد السلام عليكم يا المتتبعين. أكيد كلكم كتعرفوا حماقة اللي محمقة عباد الله، ويسار اللي كيسير عباد الله. هذه غير ضحكة وضحكتها معكم حبابي وحباباتي. الكوميديا اللي معروفة والمحبوبة اللي كيقولوا ليها حماقة، فعلا كتحمق مزينها تبارك الله. الله يحفظها لحبابها. هاد الحماقة هادي خرجت بواحد الفيديو بطبيعة الحال مع واحد الصحفية المشهورة، وكتسول هذيك الصحفية كتقول ليها كيفاش مريتي في المجال ديال الكوميديا، وشكون كان واقف معاك في الكوميديا، وكيفاش توصلتي لهذا الشيء اللي انت فيه. راكم تشوفوا تبارك الله الخير بان عليها، وولات يعني ولات في الوجه ديالها مزيانة، واخا كانت مزيانة ولكن كانت ما مصايباش السنان، وكانت بزاف ديال الحوايج خاصينها، ولكن الحمد لله بنت عليها النعمة، وقدات سنيناتها حتى هي دارت هوليود سمايل، وقدات الدنيا والحالة بسبب كوميديا. ايه شوفوا بعد الضحك شنو كيدير، هي كتضحك الناس وكسبت فليسات وقدات سنيناتها. الواحد هو اللي تهلا في راسو هو الاول عاد يشوف حاجة اخرى. ما علينا. قالت له ودي اللي وقفوا معايا في الكوميديا هو يسار، ما عمرني غادي ننسى خيره. قالت له افضل كوميدي عندك شكون هو؟ قالت لها هو يسار اول واحد في المغرب. بطبيعة الحال يسار عجبو الحال، والسيد قال انا هو رقم واحد فعلا في المغرب. فعلا يسار كيضحك، ولكن ما نقدروش نقولوا انه رقم واحد، بزاف عنده ديال المنافسين. وبطبيعة الحال هذه حماقة تعرضت لهجوم كبير من طرف الكوميديين الآخرين. قالوا لها واش ما كاين في الساحة الكوميدية المغربية غير يسار؟ راه عطاهم الله، عطا الله الكوميديين، غبنت لك فيه وانت تبقاي تشكري فيه. ايوا سامع. السيدة هضرات على نيتها، دوات على نيتها، جاوبت غير الصحافة ملي سولتها شكون الكوميدي رقم واحد في المغرب. قالت ليها هو يسار، لانه هو من الجيل ديالي وعزيز عليا. ايوا خرج لك يسار كيقول لها شكرا، وراني كنعرف عليك الصغيره والكبيره، وانت من النساء المحاربات في المغرب ومازال كتحاربي لدابا. ايوا ما عرفتينا حرب فيهم راها شاده حماقه. اي والله يبقى الستر وصافي. المهم شكراتو السيد عجبو الحال، ولكن بيني وبينكم الكوميديين الاخرين ما عجبهمش الحال، ودابا غادي يتخاصموا مع حماقه، ما بقاوش يدويو معاها، ما بقاوش يهضروا معاها، لانه شكرات يسار وخلاتهم هما. كان عليها تقول ليها الصحفية، تقول لها عندنا العديد من الكوميديين المغاربة اللي كيستحقوا الرقم واحد، ما خصهاش تعمم وتقول فلان ولا فرتلان، باش هكا تخرج من باب واسع. واش نتوما معايا ولا ماشي معايا؟ اللي كان معايا خليها لي في الكومونتير، ولا لا يخطيكم عليا.